السلام عليكم أحبائي أعزائي متابعي قناة معي جعفر، مرحبا بكم سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. قناة ترحب بكم، تتمنى لكم متابعة ممتعة. اليوم أحبائي غادي نهضر على هاد العصابة نتاع مستشفى أو المركب الاستشفائي الجامعي اللي بفاس CHU، والمستشفى الغساني اللي هادشي ولا داير واحد الفضائح على جميع المستشفيات. فبعد مستشفى بن ماجه بتازة اللي طاحوا فيه مدير المستشفى والممرضين وبعض المستشفى، تيجي دابا تيبان لك ان المركب الاستشفائي الجامعي CHU بفاس والمستشفى الغساني حتى هو نفس النمط، مسؤولين وهادي والسرقة والرشوة والفساد واللوبيات نتاع الصحة وابتزاز المواطنين وابتزاز المرضى، وقولوا حتى السيكوريتي تما ولات عندهم يد طويلة في هادشي هذا. ولولا تدخل الإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني، لا هادشي ما عرفتش فين غادي يسير. إذن تتبقى الشرطة القضائية بولاية فاس مشكورة على هذه المجهودات الجبارة اللي تدير من أجل محاربة هاد الفاسدين. وهادشي راه ماشي غير فاس ولا في تازة، هادشي راه في المغرب كامل. راه يمكن ناس قال فاس ما تتعرفش، تا هما عندهم واحد السبيطار قال لهم تا هما ما تتعرفش. الجديدة راه فيها واحد السبيطار محمد الخامسة هو هذاك عامر كاع غير بالرشاوية، هذوك ما تقولش طبا غير رشاوية، والفرملية غير رشاوية، وزيد عليه مكناس، زيد عليه خريبكا، زيد عليه كاع المدن تاع المغرب كلهم هكا. نتمنى ان الدولة تاخذ الحزم وتطلق اليد نتاع الشرطة القضائية، يعني هي اللي غادي تسالي مع هذا الشيء هذا، لان هي اللي غادي تجبد هاد المفسدين وهاد الفاسدين. لان اما وزارة الصحة راه والو، وزير الصحة في سبات عميق. وكا كانت وزارة الصحة عندها رغبة انها تحارب هاد الفساد، كرة هاد وزير الصحة وكرة خلق واحد الفرقة او عدة فرق، واحد 3 فرق في كل مدينة، او فرقة في كل مدينة، ويعطيها واحد الرقم اللي تعرض لشي ابتزاز. لان الاكثريه تاع المساكن تاع المرضى تيمشيو يديروا السكانير خاسر، الراديو خاسر. هاد العباره تتسمع بجميع السبيطارات نتاع المملكه وجميع المستشفيات وجميع المركبات الاستشفائيه. كيفاش لا يعقل انت تمشي للمستشفى الغسيل تقول لك خاسر، السكانير خاسر، الراديو خاسر، تاع المستشفى او المركب الاستشفائي CHU خاسر، السيكوريتي تقول لك لا ما تدخلش، اعطيه 20 درهم ودخل. هادشي هذا ولا الاشياء تسيء لسمعه المملكه. لان هادشي خصو يتدار له حد بجميع السبيطارات. اما المستوصفات حدث ولا حرج، طبيب راه تيبيع 20 في البهايم، ولا راه تيبيع 20 مقابل البني، ولا راه مقابل شي حاجه، وتيبقى الماجوره ولا الماجور دايرين ما بغاو في المستوصفات. يعني واش مازال ما انش الوقت اللي غادي نتغلبوا على هذا الشيء هذا، اللي غادي نخليو هذا الشيء نعطيو واحد النظره او واحد رؤيه يعني جديده للصحه بالمغرب؟ واش مازال ما حنش الوقت باش نترجموا الرؤيه الملكيه لارض الواقع؟ لان هاد المفسدين وهاد العصابات اللي ولاو في السبيطارات وهذا الشيء وفي المستشفيات وفي المركبات الاستشفائيه الجامعيه، هادشي راه ولا خطير هادشي هذا خويا. لان وزاره الصحه ما تقومش بالواجب وعندهم لوبيات. هاد وزاره، ومادام ان وزاره الصحه تتعطى الاحزاب، هاد الاحزاب تيجيبوا فاسدين وتيعطيوهم مندوب نتاع السبيطار ولا مدير عام ديال السبيطار. وكما كانت دارت ديك ياسمينة بادو فاش كانت وزيرة الصحة، فين ما كان شي فاسد في حزب الاستقلال، شي واحد فاسد وملطخين يديه بالفساد، جابتو عطاتو مندوب في وزارة الصحة، أو عطاتو مدير جامعي نتاع مستشفى استشفائي، أو عطاتهم هكا وفرقات عليهم المناصب وهما غير الرشاوية والفاسدين. وشكون اللي تيأدي الثمن؟ تيأديو مساكن دوك المرضى، وتيأديوه الشعب، وتيأديوه المواطنين. يعني هاد الشيء هذا تجاوز الحدود نتاعو.
لولا تدخل الشرطه القضائيه بولايه فاس اللي اعتقلت عده من دوك بعدا كاين دوك صحاب السيكوريتي، دوك رجال السيكوريتي ودوك شي موظفين شي فرمليه مقربين لهم، وزيد عليهم داك المستشفى الغساني حتى هو كذلك فيه حتى هو التخلوي بالفساد، وزيد عليه داك السبيطار نتاع كوكار تيقولوا له بن خطيب، مستشفى بن خطيب حتى هو داك عامر حتى هو بالرشاويه والفساد. يعني الدوله خصها تدخل هادشي، خصو الحزم. لان هادشي تلطخ واحد الصوره يعني مشوهه على الصحه. هادو جوج قطاعات يعني دخلوا لواحد الحاله يعني يرثى لا الصحه ولا التعليم. اللي هضرتي معاه تيقول لك انا مشيت الصحه التعليم، الصحه التعليم. وحنا دابا هادي 60 عام باش قبطنا هذا الاستقلال، ولا 70 عام باش قبطنا الاستقلال، ومازال تندابزوا مع هذه المشاكل هكا، في حين ان دول جات من مورانا وعطات لهذا الشيء، وعطات واحد الرؤيه، ودول اللي هي اقل منا وعندها عدد السكان اكثر منا، ولكن ما طيحاش في هذه الحاله هذه. راه فرعيات في اندونيسيا شفتهم، راه داك الشيء ما تقولش انت هذه فرعيه، تقول هذه ايكول بريفي، وهي غير فرعيه تاع الدوله في منطقه نائيه، ودايرين التلاميذ منين يمشيو، ودايرين لهم ممرات، ودايرين لهم كل شيء، داك الشيء اللي تيتوفر. انا استغربت لهذه المسائل، باش تعرفوا على ان قيمه التعليم اش تساوي. ودخلت للسبيطار في مستوصف اوزباكستان، والله زعما تجيك الغيره، تقول انت علاش كنت تشوف الفرمليه على اداب وعلى صواب وعلى احترام، وتديها كنت يبان لك السبيطار فيه الدواء ادويه والناس خدامين، لان الناس عليهم مراقبه، الناس عليهم صرامه. تدخل للسبيطار بحال تقول هذا مول كل السبيطار غير الوراق، ما كاين حتى حاجه، لا دواء لا باسما لا خيط لا سميده مقوصه لا والو، بحال جالسين تيجيو يجمعوا تما كاينه وصافي. شي مستوصفات هادشي اللي ولا فيهم. وهذا المستشفى الجامعي نتاع السي اش فاس عامر غير بطيره بكر، غير الشفار الخوه وغير شايويه اختها وغير شايوي الخوه. نتمنى تنوض الحمله في جميع المستوصفات، جميع المستشفيات. هاد السبيطارات نتاع المغرب راه كلهم كارثه. كيفاش الدوله تشري يعني معدات طبيه غاليه باثمان باهظه، من السكانر من الراديو، حيت يمشي المواطن تيقول له خاسر. كيفاش خاسر؟ كاين دول راه دولة تمشيو تشوف السكانر، قال لك السكانر تيضرب تقريبا 10,000 صوره في الدقيقه، وخدام هذيك اكثر من 14 عام ما عمرو قال احد. وحنا السكانر تيجي جديد تيقول لك راه خاسر، الراديو راه خاسر. وهاد المواطنين المساكن شنو غيداو؟ نتمنى ان تكون حمله تطهيريه على هاد السبيطارات وهاد المستوصفات وهاد المركبات الاستشفائيه الجامعيه، تكون عليهم حمله في المغرب كامل. لان الشيء ولا تيسيء لسمعه الوطن. تشوف قنوات يهضروا تيقول لك الصحه في المغرب ولا هادشي، وهادشي تيسيء لسمعه الوطن، مع العلم ان الوطن غني وبعيد على كل هادشي هذا. ولكن الفاسدين واللي ربوا هذا الفساد هما هاد الاحزاب هما اللي خلقوا لنا هذا الفساد، هما هاد النقابات، هما اللي خلقوا لنا هذا الفساد في جميع القطاعات، هما هاد الاحزاب والنقابات اللي راه جاي وقيتهم عاوتاني حتى هما وغادي نطرقوا لهم مزيان. اذا احبائي اعزائي، ما بقى لي الا ودعكم، ولقاؤنا فيديو اخر جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.